اسهل طريقه للكبه، حتى الناس اللي ما بتعرفش الطريقه دي، انا جربت طرق كتير قوي. المعتمده عندي طريقه اللي هي بالبرغل وباللحمه، بس لما جربت دي اللي هي بالبطاطس، لا بصراحه حلوه حلوه جدا جدا وخفيفه وبسيطه، ومش بتحتاج مكنه، بتتعمل بالايد. بصراحه هو احلى ما فيها واسهل ما فيها. انا هنا مش مكبكباها طبعا على شكلها الاصلي مكلبظه وتخينه، لا انا عاملاها رفيعه لان انا عايزه انجز واخلص، ولكن هو شكلها الاصلي لا بتبقى تخينه طبعا ومكلبظه. علشان طبعا اكيد في حد هيقول لا دي رفيعه، انا بتكلم وانا بقول رفيعه، انا عملتها وانا مستعجله، انتوا بتعملوها برواق اعملوها مكلبصه شويه. لكن هي حلوه 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 جدا كمان، حطوا مليون خط تحت جدا وسهل قوي. انا هعمل كوبايه برغل واحده بس هتطلع معايا 14 حبه، 14 او 16 مش فاكره. بنفس الكوبايه اللي عايرنا بيها هنعاير معاها كوبايه ميه مغليه، هنقلبها بالمعلقه وهنغطيها. هنغطيها قد ايه؟ براحتكم. انا سبتها 3 ساعات، كنت بذاكر فمش فاضيه بصراحه. عايزين تخلوها ساعه براحتكم، ولكن كل ما تخلوها اكتر كل ما السميد ينتفخ معاكي الحبه ويبقى طري وتعرفي تهرسيه بسرعه. ليه بقى؟ هما كله بيعجنوه بالايدين، بس انا مش هعمله بايدي الاول، انا هعمله بالهراس بتاعت البطاطس. فكره حلوه جات لي وسهله وبسيطه. في الوقت ده انا سلقت بطاطسيه، كل كوبايه برغل بتاخد حبه بطاطس يعني حلوه، مش صغيره لا وسط كبيره، مش هتفرق لان البطاطس هي اللي هتلمها. وهتاخد كمان ربع كوبايه نشا. في ناس بتضيف دقيق لكن لا هي مش محتاجه بصراحه. بعد التجربه دي لا كافيه كافيه بربع كوبايه النشا. انا جربت على فكره وصفات تاني بالبطاطس، كبه برضو او كبه، ما عجبتنيش. بتتعمل على المفرمه، يعني مش هقول لكم كسرت ايد وكسرت ظهر وعملت لكم مواعين قد كده، لا. الطريقه دي حلوه جدا جدا، ارشحها لاي حد حابب يعملها. وهو على قد الطاقه بس هي الكوبايه دي. هنا انا كنت سالقه البطاطس. البطاطس طبعا سخنه نار، انتوا شايفين الدخان. بتاخديها من وهي طفيت عليها البوتاجاز سخنه، انزلي بيها فوق البرغل بتاعك، وبعدين بننزل بالبهارات. البهارات بقى ترجع لكل واحد، يعني في ناس بتضيف مثلا كمون وكزبره وبابريكا وملح وفلفل اسود، في ناس بتضيف زعتر، في ناس بتضيف بهارات مشكله. كل واحد يضيف اللي يضيفه، ده بيختلف حسب ذوق الشخص. يعني انا عن نفسي هضيف ملح، هضيف فلفل اسود، هضيف كزبره، هضيف بابريكا، بس هضيف حبه كمون صغيره. في ناس ممكن هتضيف اضافات تاني، فالاضافات دي ترجع لك انتي. في ناس مش بتحب تضيف بهارات كتير للقشره الخارجيه دي، فده شيء يعني يرجع لطبيعه الشخص، بيحب ايه ما بيحبش ايه، لان انا ما اقدرش ارغمك بحاجه. فانت ضيفي اللي انت حباه. في ناس بتضيف بردقوش، انا ما ضفتش بردقوش. ناس كتير بتضيف بردقوش في السوريين، فانتوا براحتكم، انا اكتب لكم الحاجات اللي انا ضفتها. وفيكم كمان تضيفوا نص معلقه صغيره هنا بهارات الفراخ بتفرق قوي فيها. هنا خلاص انا ضفت دول، وهضيف النشا وهبدا اعجنها بايه زي ما قلت لكم بالهرس بتاع البطاطس. انا ضفت كمان هنا بصل بودر. في ناس بيضيفوا بصلايه مبشوره، انا ما جربتهاش بالبصلايه المبشوره، اعملها بالايد. جربت البصلايه المبشوره في المكنه بتاعت اللي هي المفرمه قصدي، بس لا انا ما عجبتنيش بصراحه، لزقت في ايديا وغلبتني وورتني العذاب الوان. لكن دي حلوه، لا دي انا ارشحها لكم يعني، تعملوها على طول. هنقعد نهرس فيها كده لغايه لما تبقى ملساء معانا. بعد ما تهرسي فيها خلاص وهرستيها جامد، ادخلي عليها بايديك بقى، اعجني فيها لغايه لما تخليها ملساء. خلي بالكم احنا ضفنا ربع كوبايه نشا. كده انا خلاص بعد ما خلصتها دخلتها التلاجة ساعه. هقعد بقى كبكب فيها. بتاخدي قطعه وبتجيبي صباعك الكبير وبتفتحيها من النص. طبعا بتبقى محضره عصاج، العصاج ده متفرزن من الفريزر، انا ما بعملش في نفس الوقت، لا بيبقى عندي. هتحطي جنبيكي طبق فيه ميه، بتبلي ايدك في الميه، وبعدين بتاخدي قطعه وبتفتحيها بايديكي. شوفوا انتوا حابين هي بتتفتح اكبر من كده علشان تبقى مقلبظه في النص، بتبقى كبيره وعاليه، بس انا مستعجله كنت، فانا حابه اعمل كده على السريع. ما بعملهاش مقلبظه بصراحه علشان عندي الولاد مش بيحبوها اللي هي الضخمه الكبيره. فانتوا حابين تعملوا الاصليه الكبيره اعملوا. وعموما الكبه ليها كذا شكل، في كتير قوي. في الكبه الارنبيه، وفي الكبه اللي هي المقلبظه دي التقليديه، وفي الكبه اللي هي بتتقفل بتبقى مدوره تحت وفيها البوزه فوق، وفي الكبه اللي هي المشويه. في انواع كتير قوي منها، في تشكيلات كتير، يعني انتوا شكلوا اللي انتوا تحبوه. فكل واحد يشكل براحته زي ما هو عاوز، مش مثلا يتريق ويقول لك لا دي رفيعه. انت شكلي براحتك، انا مدياكي طريقه صح يعني بما يرضي ربنا، والتشكيل ده يرجع لك انت. المهم الطريقه على فكره، يعني اهم حاجه ان حد يوصلها لك في اليوتيوب، يوصل لك الطريقه صح، مش يوصل لك وتعملي وتتعبي وتتعبي ايديكي وتتعبي اعصابك وبعدين الحاجه ترميها او تدعي عليه. لا مش انا انزل لك حاجه تعمليها وتدعي لي بس كده. طريقه تحفه حلوه قوي 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 قوي، واوفر من اللي هي فيها كمان لحمه من بره. انا كنت بعمل زي ما قلت لكم لحمه، لا بطلت خلاص، انا هعتمد دي دلوقتي. بتمشي ايدك عليها، بتملسيها بالميه وبتظبطيها. بعدين بنجيب صينيه فيها كيس نايلون وبنحطها في الفريزر. لما نيجي بقى
نستخدمها. وقت القليه بقى لازم تقليها وهي طالعه من الفريزر، ما ينفعش تركنيها. انا باخدها وهي طالعه من الفريزر هوب على الزيت مباشره. الزيت بيبقى سخن اول ما بتخرج هي من الفريزر، وهتحطيها في الزيت اكيد طبعا درجه حراره الزيت هتبرد، ده بلا شك يعني. بصوا هنا الزيت كان سخن نار، اول ما نزلت بيها الزيت معايا برد. ومش هحط كتير يعني في الوك، ما تمليش كتير. اعتقد انا حطيت 8 وقتها، هما طلعوا اعتقد طلعوا 16، طلعوا 16 حبه. الحشو هنا انا حشيت عصاج لحاله. في ناس ممكن تضيف جوز اللي هو العين الجمل، في ناس ممكن تضيف فول سوداني، ممكن يضيف صنوبر. انا بقول لكم يعني الحقيقه انا بحب اضيف زبيب، بيبقى حلو قوي فيها، بس عندي الولاد مش بيرضوا بيه، بيطلعوه يرموه، اصلا الحشوه بيطلعوه يرموها. فعلشان كده انا مش عاملاها تخينه مكلبظه على شكلها الاصلي، يعني يا ريت اللي بيتفرج يفهم انا وجهه نظري ايه. فانتوا كبكبوها زي ما انتوا تحبوا. كده خلاص هسيبها بقى. النار هنا انا مخليها عاليه، ما ينفعش هنا نوطي النار. ليه؟ لان هي الكوبه اصلا مجمده، فلازم تبقى النار هنا عاليه، وما ينفعش اخليها كمان على الوسط. كده كده هتستوي من تحت. احنا يا دوب عايزين تسويه مين؟ القشره الخارجيه اللي بره. بعد لما تحمر معانا تاخد لون ذهبي حلو، هنقلبها للناحيه التانية تحمر من الجهه التانية. ولكن ببرد ربنا جربوا الطريقه دي هتعجبكم قوي والله. لو بنت في ثالثه اعدادي هتعملها، لانها مش محتاجه مجهود اصلا غير التانية ام مكنه. لا التانية بصراحه محتاجه تعب ومجهود، دي لا مش محتاجه. مش حابه انزل حاجات معقده، حابه انزل حاجات سلسه بسيطه اي حد يعملها في المطبخ. في حاجات كتير قوي انا بجربها طيب، وبعد ما اصورها بحذفها. بتبقى في حاجات مكلفه على الناس ما اقدرش انزلها، ممكن انا اقدر اعملها، طب ما غيري مش هيقدر. وبنتي تقول لي لا نزليها يا ماما، اقول لها لا في ناس ممكن ما تقدرش تعملها. طب وليه ننزلها؟ بلاها مش مشكله، صورناها عادي تتحذف. ولكن دي انا برشحها يعني، عشان كده بقول لكم اعملوها. كده ما شاء الله اخدت معايا لون بيرفكت ذهبي حلو جدا جدا. واللون بتاعها في التحمير رائع رائع رائع، احلى بكتير من اللون كمان اللي فيه لحمه. بصراحه انا عجبتني بكل المقاييس الحقيقه. فكده هنقلبها علشان تحمر من الناحيه التانية وبس. قدموا معاها بقى، شوفوا انتوا هتقدموا سلطات، هتعملوا بقى رز. هي اساسا مقبلات، بس انا ما عملتهاش مقبلات للعلم يعني، انا عملتها وجبه. يعني عملنا جنبها سلطه، وعملنا جنبها مكرونه بالصلصه، واكلناها وجبه عادي، وشويه بتنجان مخلل بس. فانتوا اللي حابب يعملها مقبلات يعملها، اللي حابب يعملها وجبه. بصوا رمضان اي اكله خفيفه فيه والله هتسد. ليه؟ يعني رمضان مش شهر الناس تملى فيه الكرش زي ما انا بقول، لا اي حاجه خفيفه هتسد والله معاكم. بس اعملوها دي هتعجبكم. واشربوا ميه دافيه يا جماعه، لما يأذن المغرب بلاش تشربوا عصير، اشربوا ميه دافيه عليها ليمون، اشربوا ينسون، اشربوا زعتر، اشربوا بتاع ده اللي بيحب الكراويه، اشربوا شمر. الحاجات دي حلوه. خلوا العصير لبعد التراويح، العصير والحلو بعد التراويح. اشربوا الميه بالليمون رهيبه. كلوا معاها 3 تمرات، التمر بعدد فردي. صلي المغرب وبعد كده روحي كلي. بعد المغرب بقى ما فطرتوا نص ساعه ولا حاجه اشربوا فنجان قهوه. انا بعمل قهوه بالجنزبيل. اسمعوا هنا صوت القرمشه، مع ان انا ما بحبش الحركات دي بصراحه، بحسها حركات قرع حقيقي يعني، لان الوصفه بتبقى باينه. انا ما ينفعش انزل وصفه واضحك بيها على الناس، لا دي مش طريقتي. لازم انزل وصفه بيرفكت وتدعوا لي عليها، مش تدعوا عليا، لا حرام. تعالوا بقى بعد العشاء اشربوا بقى الشاي الاخضر، هتاكلوا بقى فاكهه، هتاكلوا حلويات، بس اعملوا بقى دي حلوه قوي وسهله وبسيطه. واتمنى لكم الصحه والعافيه والستر يا رب. وعايزين اي حاجه اكتبوا لي تحت في التعليقات، وان شاء الله ربنا يقدرنا ونعملها. هو بس كده.